بعد ما تشوف الفيديو ده للاخر قول لي هتاخد مين وتروحوا تاكلوا شويه الاكل الجامد ده. محلات وعربيات الفول في المناطق الشعبيه ما بتفتحش بالليل، شاكر ابو محمد بقى بيفتح 24 ساعه. شكل الاكل وهو بيتحضر قدامك يفتح النفس. تحويجه الفول اللي قدامك زيت حار او زيت حلو، عصره ليمون، ملح بقى وفلفل وكمون وشطه، وقلب بقى يا معلم. فعلا الله على الجمدان. ولا البابا غنوج بقى ما بيكتفيش ان هو بيحطها في الطبق وخلاص، لا شويه طحينه وبيحوجها لك. نفس الكلام بقى في الجبنه. نخش بقى على البطاطس، شويه بطاطس تقريبا ما اكلتش زيهم في حياتي. التوابل مختلفه قوي وصايعه جدا. هوب اسكالوب بقى، منظر الاكل ترصه قدامي يفتح النفس. مش عارف ابتدي بايه ولا بايه. خش بقى على الفول، شكله كان جامد وطعمه كان اجمد. عصره ليمون بقى على البصل مع بق ويسكي حلال. البطاطس بقى ما كنتش قادر اقاومها، عملت سندوتش كده فعلا سندوتش بطاطس زي ما قال الكتاب. بقالنا سكه 30 سنه شغالين هنا في المكان في الزاويه الحمراء. وسالتهم فعلا انتوا بتفتحوا 24 ساعه وهل المكان بيشتغل بالليل كويس؟ الصبح بالليل ما بنقفلش. والحمد لله لنا زبوننا، ربنا كرمنا في المكان، في يوم تعيش حلوه يعني.